ازاي يا محمود اعرف ان انا جوه منطقة راحة؟ اول حاجة، لو بتصحى كل يوم ومفيش شغف. طيب تاني حاجة، لو عندك فكرة بس مأجلها، في حاجة معينة عايز تعملها بس كل شوية تأجل، تسوف، تأجل. ورقم 3، لو كل اسبوع شبه اللي قبله. دي اشارات واضحة جدا انك في كومفورت زون، ولازم تفوق. لازم تصحى كل يوم وعندك شغف ان في حاجة النهاردة جديدة انت مقرر انك تعملها. عندك فكرة ولسه مأجلها، لا، خد قرار انك هتبدأ فيها. دايما طول الوقت حاول تخرج بره الكومفورت زون بتاعتك، واعمل دايما الحاجة اللي ما بتحسش فيها انك مرتاح، لان الراحة الحقيقية مش موجودة في الحاجة اللي انت اتعودت عليها. الراحة الحقيقية موجودة في الحاجة اللي انت ما اتعودتش عليها. الجزء ده من الفيديو مهم جدا، ازاي اخرج من الكومفورت زون بتاعتي. اكتب عندك رقم 1، خد خطوة صغيرة، سمول ستيبس او ستارت سمول. ابدأ صغير، خد خطوة صغيرة. يعني ايه؟ يعني مثلا انت مأجل فكرة الكورس، وليكن مثلا انجليش، كورس الانجليزي عشان تاخده. ليه ما جربتش تخش مثلا تسأل حاجة زي شات جي بي تي؟ هو انا لو عايز اوصل مثلا لليفل اكس، عايز اوصل لبي 2، سي 1، سي 2 وهكذا، ممكن اخد وقت قد ايه؟ تبدأ تسأل، ابدأ قرب من الحاجة وبعد كده خد القرار. تمام؟ طيب تاني حاجة، حط هدف بيخوفك شوية. حاجة انت خايف منها، لا، حط هدف انك هتعملها.